السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أسيل السولة. إن شاء الله اليوم راح نحضروا مع بعض سوفلي يجي أكتر من رائع، بزاف بنين قطني فارغ من الداخل. راح نحضروه بعجينة جد رائعة وبمكونات متوفرة في كل بيت. نتمنى أنكم تجربوا الوصفة وتفرحوا بها وليداتكم. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تضغطوا على زر لايك والاشتراك في القناة، هكذا باش تتوصلوا دايما بجديد الوصفات. نخليكم مع الوصفة ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة. هنا في الريسيبيون ندي كاس حليب رايب، ربع كاس ماء، ملعقة سكر، ملعقة خميرة خبز. نخلط الكل جيدا. نضيف هنايا بياض بيضة ونحتفظ بالصفار لنهاية الوصفة. نزيد هنايا ربع كاس زيت. هنا البنات ما نكثرش الزيت باش لي سوفلي تاعنا يقعدوا منتفخين، حتى لو كان يباتوا يصبحوا منتفخين ما ينفشوش. هنايا بديت نضيف الفرينه شيئا فشيئا. الاولى نخلط بالفوي ومن بعد نستعمل يدي باش نتحصل على القوام المطلوب. هنا البنات كي حطيت الفرينه زدت معاها الملح، لاخاطش الملح ما نديرهاش في البديه باش ما يهودناش الخميره. نبدا نلم في العجينه. حتى نحصل على عجينه طريه وتتلصق. البنات هذه العجينه اكثر من رائعه والله، غير جربوها البنات ما شاء الله. هذاك اللبن هذاك الرايب اللي حطيناه لها يخليها تجي خفيفه خفيفه، باسكو هذاك الرايب يحتوي على خمائر لبنيه حيه، عكس الخميره تاع الخبز ما فيهاش بكتيريا حيه، على بها تجي خفيفه. زدت هنايا قليل من المارغرين، بديت ندخل فيه في العجينه، نعجنها لمده 5 دقائق. البنات هذه العجينه ما تتطلبش العجن بزاف، نعجنوها فقط 5 دقائق، وبالرغم من ذلك تجي ما شاء الله خفيفه ريشه. هنا درتها في ريسيبيون وخليتها تخمر مدة 20 دقيقة. رحت نحضر الحشو، درت 3 بصلات، قطعتهم إلى مربعات صغيرة. حطيت الملح، خليت البصلة تدبال، عاد من بعد هنا نزيد الملح باش البصلة تخرج الماء تاعها وطيب لنا بسرعة. نخلي البصلة تتقلى مليح حتى طيب. هنا زدت حبة طماطم ونخليها تتقلى. هنا البنات العجينه شوفوا كيما راكم تشوفوا خمرت معايا. هوت لها ديغازيت لاباط هنايا، وحطيتها في البلان تاعي وبديت نخدم فيها باش نشكلها. البنات الحشو عندكم الاختيار، تنجموا ديروا طون، بيض فايض، فرماج، كيما تبغوا البنات. ما تتقيدوش على حسب ما يتوفر عندكم في البيت. نقطع حنا العجينه الى كريات صغيره. هنا البنات وليت للحشو هنايا بعد ما طاب البصل مليح، زدت له شويه كفت اللحم كنت رحيته. نولي هنا للعجينه نشكل كريات، نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق ونبدا نشكل فيهم. هنا البنات حليت الكريه الاولى ودرتها. البنات هنا غادي نشكلوا هادو لي سوفلي بهذه القاطعه تاع العجينه هذه اللي تنباع في المحلات، اللي نديروا بها السوفلي ونديروا بها لي شوسون. تساعدنا باش تجي تجي كل حبه قد اختها. البنات اللي ما عندهاش هذه الآلة الصغيرة، هذه الطابع هذا، تستعمل الطريقة التقليدية كما كنا نديروا بكري، نديروا دائرة ونديروا الحشو ونبلعوها ونديروا بالفرشيطة ونبلعوا السوفلي تاعنا. هنا درت الحشو في الوسط. زدت هنا البنات هذا الجبن عادي طبيعي، هذاك الجبن اللي نشروه تاع الميزان، هذاك تاع كيلو. زدت له شويه حليب وشويه زيت، ضربتها مليح ولا كريمي. هنا نواصل نشكل لي سوفلي نتاعي بنفس الطريقه. نحل كريه تاع العجينه نحطها فوق المول تاعي. نحط هنايا الحشو، نزيد فوقه الفرماج. الجبن تاني تستعملوا اي جبن عندكم.
ونبلع بهذا المول ونقلع على الزوائد تاع العجين ونعاود نستعمله من بعد. نحط هنايا لي سوفلي نتاعي نحطهم في البلا، ونجيب صفر بيضاء زدت له هنايا شويه حليب البن ودهنتهم. بعد البنات نكون ديجا سخّنت الفرن، وكي ندخلوهم يطيبون تكون درجة الدرجة تاع الفرن مرتفعة. لي سوفلي البنات هنا لي سوفلي كاع المعجنات الخبز وكل شيء لازم يطيب في درجة حرارة مرتفعة باش ينتفخ. كي يطيب من التحت نشوفوه حمار من التحت نشعلوا عليه من الفوق يحمر باش يدي لون ذهبي شباب. هاي البنات الوصفة جاهزة معانا. طاب والله يبارك البنات. شوفوا اللون الذهبي اللي داوه شباب ما شاء الله. هذاك الصفر البيض مع هذاك اللبن شوفوا عطانا هذا اللون خفاف ريشه البنات. حتى انا والله البنات بهرتني النتيجه. فارغين من الداخل، قطنا مقطنين فارغين. ما البنات يقعدوا الغدوه وما يقعدوا كيما راهم. عجينة إسفنجية ما شاء الله البنات. والله غير جربوهم البنات. ولا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر اللايك باش توصلكم دايما جديد وصفاتنا إن شاء الله البنات. مع السلامة في وصفة جديدة. تشاو.